بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عزمي بيت الأحمر. شكرا على الاستضافة. أما بالنسبة لمقابلة فريق الوداد الرياضي، مقابلة الأمس كانت مقابلة في مستوى عالي. نادي الوداد الرياضي حلة جديدة رغم إكراهات، رغم بزاف ديال الحوايج اللي طاحوا فيهم الوداد. كانوا تبدلت الفرقة 100%، تبدل الرئيس، تبدل ستاف تكنيك، تبدل المدرب، التركيبه البشريه ديال نادي الوداد الرياضي تبدلت كامله. ورغم ذلك الوداد كتبقى الشخصيه ديال الوداد هي الشخصيه ديال الوداد. حنا تفرجنا في مقابلات ديال اواخر المقابلات الاخرين ديال الوداد كان في المستوى العالي. لولا كان هذه العماده كما قلت اكراهات كثيره، لولا التحكيم اللي بهذا المنبر غادي نهضر على التحكيم، لان عانينا منه هذه السنه كثير، عانينا منه كثير، لان العاش لنا تقريبا واحد 17 نقطه اللي مشات لنا من التحكيم حنايا حسابيا حسبناها. ولكن حنا ما نهضروش نتكلموا حنايا دابا، حنا كنهضروا على نادي الوداد الرياضي. نادي الوداد الرياضي لا خوف على الوداد غادي في الطريق الصحيح، لان كنشوفوا واحد المقابلات كاملين ولات عندنا ان سيستم جول، ولات عندك طريقه لعب، طريقه ديال اللعب اللي غادي يعانيوا معنا الفرق المغربيه كاملين. وان شاء الله بحول الله راه الفرقه هذه راه خسر شويه روتوشات شويه ان شاء الله بحول الله، وهي الفرقه اللي غتكون ان شاء الله في كوب دي موند ان شاء الله بحول الله. الوداد لا خوف على الوداد. اخطاء ديال المدرب صراحه. كنقول المدرب راه مستوى عالي مدرب، ولكن كتجي واحد الحاله راه التعادلات اللي تعادلنا ولا الهزائم اللي هزمنا راه مكوينه، هو اللي كيتسبب السبب ديالهم. حنا مقابلات الفريق انتصر 5 انتصارات متتاليه، ويجي المقابله السادسه وتبدل التشكيله، انا هو المشكل هذا. واعترف هو بالخطا ديالو. كنتمنى انايا ما يبقاش يكرر هذا الشيء هذا، لان الوداد راه في خط التصاعدي. الوداد راه في السكه الصحيحه. يعني كنقول لك انا بعد النوبات كيكون المدرب هذا كتجي واحد الحاله اللي ما كنقبلوهاش حنا كجماهير وداديه، كنتقلقوا عليها. هو ما كوينا راه من المدربين الكبار، ولكن كتجي واحد الحاله ما كنفهمش انا، كتكون غادي رابح حتى كتبدل التشكيله. ما فهمتش. المقابله ديال النادي الكلاسي هذيك المقابله اللي كتصلح اكثر من تساؤل. كل لعبنا بالفريق ديالنا باش هما كنلعبوا انتصار ان شاء الله، لان ماشي ننتصر ب 1-0 ولا ب2-0، ننتصر بحصه ثقيله. ولكن للاسف خيره في غيره كما كنقولوا حنايا. لا خوف على الوداد راه في خط تصاعدي دابا الحمد لله. المنافسه على الصف الثاني، لا على الصف الاول ما غاديش تقدر تنافس عليه، لان هذا الفريق هذا النهضه البركانيه اللي فريق عنيد حتى هو، عنده تركيبه بشريه كبيره، عنده مدرب مستوى عالي، عنده لاعبين، عنده استقرار. ورغم ذلك كاين واحد الهاجس اخر ديال التحكيم اللي تعاون هذه العماده تدفع بهذه العباره، لا تدفع بالحكام، تدفع رغم ما محتاجش هو لهاد الحكام، محتاجين لشي حوايج، لانه هو راه فريق قوي. راه كتشوف كيفاش التركيبه ديال البشريه كيفاش، وكتشوف كيفاش الاستقرار ديال الفريق ديال اللاعبين ديالو، والاستقرار ديال الملعب عمر الملعب ديالو ما تسد. حنا كتشوف على وداد ولا رجاء عانينا الكثير من الملاعب، كل مره فين كتلعب كل مره فين كتشي، وراك عارف كيفاش الامور كيفاش دايره. المهم حنا كنقولوا حنا كجماهير وداديه لا خوف على الوداد راه في خط تصاعدي. وشكرا للجماهير الوداديه. ما ننساش ما ندوزش فرصه باش نقول للجماهير الوداديه راه بالفضل كيرجع لكم نتوما صراحه اللي صبرتوا على الفريق، لان كان شي جمهور اخر غادي يصبر على الفرقه. كنا كنقلبوا على البقاء في القسم الاول، ولولا الجمهور نادي الوداد الرياضي بهذه العباره الوانرز اللي ساندوا الفريق وكانوا في جنبه. ورغم ذلك راك كتشوف المقابله الاخيره راك شي كيف كان بقوه ديالو اللي كان وساند الفريق ديالو. والحمد لله حنا نقولوا لا خوف على الفريق الوداد الرياضي، والوداد راه تقول الكلمه ديالها السنه المقبله ان شاء الله بحول الله. اما السنه هذا السنه اللي النسيان حنا نقلبوا على الدوزيام، واخا الدوزيام ما كتشرفناش حنا كجماهير وداديه. حنا ديما كنفرحوا بالبوديوم وكنفرحوا، ولا خوف على الوداد بهذه التركيبه هذه وبهذا المدرب هذا وبهذا الرئيس هذا وبهذا الجمهور هذا ان شاء الله، وخط تصاعدي ان شاء الله بحول الله.